تمكنت فرق الطوارئ في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة السبت من انتشال جثة الشاب عمر راغب الحميد البالغ من العمر 18 عاما، والذي كان يعمل سائقا لصهريج نقل نفط بعد غرقه في بحيرة سد الحسكة الجنوبي. وتعرض السائق للغرق أثناء سباحته في السد، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ التي واصلت عملية البحث المكثفة حتى تمكنت من العثور على جثمانه وانتشاله. وتأتي هذه الحادثة وسط ازدياد وتكرار حوادث الغرق بمنطقة الجزيرة، حيث تحولت السدود والمسطحات المائية إلى ملاذ إجباري للأهالي نتيجة موجات الحر القاسية وانقطاع التيار الكهربائي. يا